المهم يا شباب، وجلست عنده في المجلس. بعدين جاء حطتني على كرسي حق المساج هذاك اللي تدكي كذا وتمد رجولك. والله يا شباب حطيت رجلي ومديت رجولي. بعدين تتكلم معي بالهولندي تقول لي اخوك ما فهمت ايش الهرجه. ذاك اليوم انا ما فهمت ايش الهرجه، ايش كان قدام عيوني شيطان تفكير عربي كله، يعني الشيء اللي كان راكب راسي كان تفكيري يعني كله شيء سلبي. قلت معقوله شكلها هذه في سن المراهقه وتبحث عن واحد عربي من الشارع. والله قلت اقول لك اتوكل على الله يا ابوي، ما حد درى عنك. جالس عند مزرعة غربان هنا قاعد تصيح فوق راسي ازعجتني. المهم يا شباب وجلست عندها. بعدين طبعا هي في راسها ايش كانت تفكر؟ كانت تفكر ان انا لما قلت لها عن الرسالة ان انا ابحث عن العاطفة، وانا ماني داري. انا بعد العاطفة من يوم ما دخلت من الحديقة على البيت تفكيري تغير للتفكير العربي. يعني انت عارف تفكير العربي، تخش مع واحدة ما تعرفها ولا شيء تفكيرك زي اي واحد بالشارع والعياذ بالله. المهم يا شباب بعدين جلست على سيت مددت. والله يا شباب افتهمت، بديت احس ان انا انسان في اوروبا عايش. انا الايام اللي كنت عايشها ما كنت احسب نفسي اني عايش في اوروبا. الا هذيك اللحظات يا شباب عشت اجمل اللحظات حياتي. بعدين جلستني على كرسي كذا، بعدين جابت لي زي الفازلين كذا، فازلين مدري نيفيا مدري ايش، مسحت رجولي بعدين مسحت يداتي اليمين واليسار. بعدين لما كانت تمسح يدي كنت اتفرج فيها كذا. بعدين اشوف في عيونها عمر فوق 70 سنة، عمر فوق 70 سنة. بعدين قلت يا الله انا شكلي ندمت اني قلت ان انا ابحث عن العاطفة. والله يا شباب المهندس لا تخليني افصل عليك يا مهندس. روح مهندس شوف لك بس ترقص ولا تتونس معاه، روح لا تجلس عندي هنا. انا جالس استمتع هنا واتونس واقول لكم الشباب الحاضرين معاي على القصص. المهم بعدين يا شباب هذه عمره، والله يا شباب عمره فوق 70. الكابوس هذيك اليوم انا انسان ندمت على نفسي. ذاك اليوم حسيت ان انا انسان مجرم، وانا انسان ما مفروض انا ما اعيش مع المجتمعات هذه. ارحب يا المهندس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارحب يا حبيبي. بعدين هذاك اليوم يا شباب يعني انا جتني في نفسي كذا لما انا كنت يعني خلاص جلست عندها في البيت ومديت رجولي، وانا ندمت اني كتبت انها ان انا ابحث عن العاطفة. انا انسان كذاب ما ابحث عن العاطفة، انا انسان كذاب ابحث عن ايش؟ ابحث عن اوراق، ابحث عن لجوء، ابحث عن حياة انسانية. ابحث عن الحياة هذه، ما عندي حاجة غير هذه. المهم والله ومديت سيقاني. والله يا شباب اني لما مديت سيقاني اني كذا سويت، يعني سحبت السروال، رجلي كلها شعر. الهولندي عمره في حياته ما عنده شعر في رجله. الكابوس عربي اصيل، شفت الخيل الاصيل زيه الكابوس رجوله كلها شعر. الحياة مردغته صح. والله مد لهم رجولي. بعدين جابت زي الفازلين كذا، بعدين مسحت يداتي ومسحت رجولي مسحت رقبتي. بعدين قالت لي رستخ 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 رستخ. بعدين أنا كل ما أبغى أقوم تقول لي فخت 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 فخت. كلمة فخت أنا يا شباب ما عرفتها إلا منها. يعني فخت معناها انتظر انتظر انتظر. بعدين ترجمت. والله يا شباب أنا ممدد عندها كذا مبسوط، أموري لوز، عايش ملك، ما في أحد يعرف عني شيء في الدول العربية، عايش حياتك الكابوس. بعدين يا شباب أخويا عدى من الحديقة. أخويا طبعا هذه جارتنا كانت. بعدين أخويا عدى مشي كذا، يمشي مشي قدام الحارة. بعدين شافني، سلطان ايش تسوي هنا؟ اخرج 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 اخرج. يا الله يا ذاك الموقف، اقسم بالله يا
شباب حسيت نفسي طفل، حسيت نفسي طفل. بعدين اخوي عدى من جنب الحديقه وحصلني ممدد على الكرسي، الحرمه تسوي لي مساج في يدي وتسوي لي مساج. بعدين قال اخوي كلمه قال ايش تسوي في اخويا؟ انت مجنونه ولا ايش؟ هذا اخويا طلعيه من عندك، ايش تسوي فيه؟ طلعيه. والله يا شباب ان ذاك اليوم حسيت نفسي طفل، عمري 33 سنه وذاك اليوم حسيت نفسي طفل. واخوي الصغير يقول طلعوه طلعوه طلعوه، ايش يسووا في الولد؟ طلعوا في الولد، طلعوه طلعوه. انت الهولنديه ما حصلتي احد في الشارع تسوي له مساج الا اخويا طلعي طلعي طلعي. بعدين قالت له، ترجمت له بالهولندي، قالت له هذا اخوك كان في الشارع هنا وقال انه يبحث عن العاطفه، فانا قلت بسوي له مساج وبغسله وبصبن لكم واظبط لكم اطلع لكم يا انسان في الحياه. يا الله يا شباب، والله اخس موقف مر في حياتي واخويا يستلمني من الحرمه هذه. تخيل يا شباب، اخوك الصغير يجي يستلمك من وحده هولنديه يقول طلعوه طلعوه، هذا عقله يعني ما معاه من عقله الا شويه، انتوا جايين تاخذوا نص عقله؟ طلعوه لنا طلعوه، لا تخلوه يسكن عندكم، حتى مساج حرام فيه هذا، طلعوه. طبعا قدو عارف اخويا. والله يا شباب انها حاله، والله يعني قتل المتعه اللي كانت معايا. انا تفكيري كان تفكير اي واحد عربي جاي على اوروبا كان يلعب جراند. انتوا تعرفوا جراند كيف؟ كان الكابوس يلعب جراند وقلت بس هذيلا هم اللي بيحتووني. يا الله يا الدنيا. بعدين جاء اخويا وشاني وداني، شوفوا وين وداني يا شباب. اخوي بالله يا شباب شاني وداني المزرعه هذه، شوف حطني في البلكونه، انا جالس في البلكونه، شوف البلكونه، حطوني في البلكونه يا شباب، جالس انا الان في البلكونه، شوفوا قدام المزرعه، حطوني في المزرعه يا شباب. قالوا الكابوس ممنوع يخرج من هنا، الكابوس لو خرج ولا تعرف على الهولنديين ولا شيء مصيبه كبيره، هذا تفكيره عربي اصيل. لكن الحمد لله على كل حال يا شباب، هذا اللي حصل معانا. وطبعا الهولنديه هذه الشيبه تدور في الحاره تدور علي تقول وين هذا الكابوس؟ وين هذا المحتوى؟ قالت هذا محتوى زي اللهب، هذا مسكين ايش حصل في هولندا؟ تعالوا خلينا نحتوى نمسج رجول ونمسج اذانه، اي حاجه اموره لوز هذا الكابوس. والله شباب لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب، خرجت الامور